مبدئيًا رمضان مش العقبة الكبيرة اللي ممكن تخلّيك ما تعرفش تذاكر، بل بالعكس هي فرصة كبيرة جدًا إنك تزوّد من مذاكرتك كمان. أنا كنت باذاكر فيه من 10 ساعات ل8 ساعات، 9 ساعات كمان، وما كنتش باحس بالإرهاق الشديد اللي ممكن كنت أحسه في الأيام العادية. وكمان الحمد لله كنت محافظة على علاقتي بربنا، فخلّي دايمًا الconcept ده في دماغك، رمضان فرصة إنك تزوّد مذاكرتك أكتر وأكتر، عشان كمان الوقت يبقى فيه بركة كبيرة جدًا. وكمان ما تغلطش في الغلطة اللي أنا غلطت فيها، هاقول لكم عليها في الفيديو ده، ولكن أنا عارفة إن أنتم هتغلطوا فيها برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زهراء، أهلًا بيكم في فيديو جديد. أولًا يعني عيب كده جدًا إن إحنا نقول رمضان وتكون لسه حضرتك فاتح سوشيال ميديا وفيسبوك وإنستجرام وعمّال تعمل scrolling كتير ومضيّع وقتك جدًا، يعني مش هاقول لك ثانوية عامة بس، يعني ثانوية عامة ورمضان والدنيا وقت عندك ضيّق جدًا فوق ما تتخيل. فلو سمحتم يا جماعة كل الحاجات دي تتمسح نهائيًا، نهائيًا، ولو معاك التابلت يبقى كويس جدًا وحلو أوي. أنا كنت في رمضان باراجع والحمد لله كانت مراجعة جمدان جدًا بصراحة، ولمّا شُفت الto do list بتاعتي لقيتني كنت باراجع كل المواد تقريبًا يعني. والفيزيا كنا المستر بتاعنا كان نظامه إن هو واخد لنا حصة حديثة اللي هو حصة جديد وحصة نراجع فيها على القديم، وكنا بنراجع على الباب التاني درس درس على فكرة. وطبعًا الباب الرابع إحنا كنا يعني يعتبر كنا متقنينه وكنا لسه حالين عليه امتحان، والباب التالت يعتبر كان لسه refresh في دماغنا، فكان الباب التاني هو اللي إحنا كنا بادئين بيه ومع الباب الأول وكده يعني. فكنا بناخد حصة حديثة اللي هو جديد وحصة مراجعة قديمة، وكانت الصراحة الحمد لله مراجعة حلوة جدًا. فلو لسه أنت دلوقتي ما خلصتش المنهج اسعى دايمًا إنك تخلّص المنهج بإتقان وبإتقان شديد جدًا عشان مش هترجع ليه تاني، أنت تبدأ مراجعة بيه وهتنزل المنهج من تحت اللي هو مش هترجع له تاني. فاتقنه فعلًا وعندك الفرصة إنك تراجع، ابدأ راجع مع نفسك، ما تستناش أي مدرسين. أنا دايمًا باقول لكم يا جماعة المراجعة مسؤولية الطالب، مسؤوليتك أنت لوحدك. فلو عندك فرصة إنك تراجع، راجع وحِل وابدأ حتى لو درس درسين هيريحوك بعدين. إزاي بقى نضبّط يومنا؟ هنتكلم في الأول عن الأيام اللي ما فيهاش دروس، وبعد كده نتكلم برضه هندخّل بعد كده الأيام اللي فيها دروس. وأنا طول عمري باحاول دايمًا إن أنا أخلّي دروسي ورا بعض على طول، يعني أحاول دايمًا أخلّص دروسي ورا بعض وكل حاجتي ورا بعض، بحيث إن أنا أنزل مرّة واحدة ومش كل شوية أنزل وأطلع. باحاول بقدر الإمكان إنك تعمل كده، ما عرفتش خلاص تأقلم على الوضع ده وهاقول لكم بالتفصيل. مبدئيًا اعتمد مذاكرتك من بعد الفجر، أنا عارفة إن في نظامين ولكن يا جماعة بجد اعتمدوا مذاكرتكم من بعد الفجر واوعوا تلخبطوا نومكم، ولو اتلخبط نومكم في يوم حاولوا تضبّطوه تاني على طول. لإن أنا بجد أفتكر إن أنا ليلة العيد يا جماعة، ليلة العيد كنت عمّالة أعيّط بشدة بسبب الأرق اللي أنا كنت فيه. أنا كنت لخبطت نومي في أواخر رمضان، في الأواخر كده أو من بعد نُص رمضان يعني في الآخر، كنت نومي اتلخبط وكنت ليلة العيد بجد كنت باعيّط من الأرق اللي أنا كنت فيه. وبعد رمضان ما عدّى أنا كنت منهارة جدًا، الامتحان ده كان الصبح وما كنتش عارفة إزاي أصحى الصبح أركّز ومش عارفة خالص وعايزة أنام. وكنت أروح الدروس كنت أروح مكتئبة جدًا وأتخانق كمان مع أصحابي اللي هو اللي هو أنت ما نمتش كويس، ولمّا ما بتنامش كويس وتاخدش كفايتك من النوم على فكرة تكون حالتك النفسية بتبقى زي الزفت حرفيًا. فحالتك النفسية مش بتبقى كويسة ومش قادر تركّز، وكنت أشرب كافيين كتير. أنا أصلًا مش باشرب كافيين، وكنت باشرب كافيين عشان بس أحاول أفوق أو أركّز شوية. فبجد كانت من أكتر حاجات الغلط اللي أنا عملتها. والمستر بتاعي بتاع الفيزيا كان قال لنا اوعوا تلخبطوا نومكم وما لكمش دعوة باللي معاكم في البيت، نام بدري واصحى بدري ما لكش أي علاقة بأي حاجة خالص. وأنا فعلًا كنت ماشية على كلامه وأنا أصلًا عارفة كده يعني، كنت ماشية على الموضوع ده لحد ما اتلخبط منّي. وما رجعتوش تاني وما لحقتوش وكنت ماشية في كده. حقيقي ندمت جدًا، جدًا، وأنا أصلًا من النوع اللي هو بينام بصعوبة، مش باعرف أنام بسهولة. وكمان مع ثانوية عامة وoverthinking ده كان صعب، يعني overthinking ده كان والأرق ده كان صعب جدًا، جدًا. وكان مطلوب مني تاسكات كتير، أنا كنت باعمل لنفسي جداول وباقعد أعمل لنفسي حاجات كتيرة يعني كنت باعمل مجهود كبير محتاج مني تركيز قوي. فكانت من أكتر حاجات الغلط اللي أنا عملتها إن أنا قلبت نومي، فاوعوا تقلبوا نومكم. أنا عارفة أنا طوّلت شوية في الفقرة دي، ولكن بجد مهم أوي واوعوا تلخبطوا نومكم. صلاة الفجر إن شاء الله هتبدأ 5:15 طبعًا حضرتك تكون صاحي قبلها بحيث إن أنت تتسحّر وبعدين تصلّي الفجر وتقول أذكارك وكل حاجة تمام. هتخلّص إن شاء الله على 5:30. المكان بتاع مذاكرتك يكون مترتب جدًا ولو مش مترتب ترتبه، وزي ما إحنا متفقين الto do list بتاعتك تكتبها وتنظمها. تبدأ يعني آخرك لمّا تيجي تبدأ 6 وطبعًا تكون متواجد في مكان المذاكرة بتاعتك 5:30. آخرك في التأخير 6 وبعدين تبدأ 6 وإحنا زي ما إحنا متعودين في أول فيديو نزّلته هنا إزاي تذاكر صح، إنك تقرأ ربع من القرآن قبل أي مادة تذاكرها، فكده أنت أخدت ربع من القرآن بتاعتك وتستحضر النوايا الكتيرة. أنا كنت باذاكر بنية طلب العلم، فبالتالي ده تعبُّد، إحنا في رمضان، باذاكر بنية طلب العلم وده فريضة على كل مسلم ومسلمة، فده من التعبُّد. كنت باذاكر برضه بنية جبر خواطر الأهلي، فربنا يجبر بخاطري. وكمان كنت باذاكر بنية إن ربنا يعني يوفقني ويجبر بخاطري عشان أنا باجبر بخاطر أهلي. فحاولوا قدر الإمكان إن هو يعني تكون يعني المذاكرة كده لها طقوسها الخاصة ولها نواياها الخاصة، ومهم جدًا. أنا كنت باعمل كده وبجد كان بيفرق معايا جدًا. وفي رمضان هتحس ببركة في وقتك تحفة، بجد تحفة. ونحسب عدد الساعات زي ما إحنا متفقين في فيديو نزّلته تحدي المذاكرة وإزاي أحسب عدد الساعات. والغرض من عدد الساعات إنك تتتبع بكل يوم باللي قبله وتتبع وقتك رايح فين وجاي منين. حرفيًا يا جماعة أقل بريك أخدته في حياتي كان في رمضان، اللي هو البريك بتاعي كنت باخد سايكل بتاعتي ساعة ونُص، والبريك ما كنتش باطوّل فيه زي ما كنت باطوّل طول عمري.
وكان حقيقي في بركة في الوقت رهيبة، كنت باذاكر فعلًا اللي هو كان فعلًا في بركة في الوقت. وبرضه ضروري نحسب عدد الساعات عشان نتبع الوقت بتاعنا ونقارن نفسنا كل يوم باللي قبله، وهاوضح لكم النقطة دي أكتر في آخر الفيديو، هاقول لكم على حاجة مهمة أوي فرقت معايا في عدد الساعات دي. هتكمل إن شاء الله لحد الساعة 12، وطبعًا مش مبتدئين زي ما قلنا ساعة ونص تاخد بريك زي ما إحنا متفقين على طول كده يعني، وزي مذاكرتك العادية خالص، بس الساعة 8:00 ص أو الساعة 9:00 ص على حسب، هتحس إنك عاوز تنام وهبطان وهمدان، أنت مش عاوز تنام ولا أي حاجة، ده وقت صلاة الضحى قوم واقف صلي الضحى، يعني أنت مش عايز تنام ولا أي حاجة، بس دماغك بس بتصيح عليك وبتكدب عليك. وتكملوا لحد صلاة الظهر إن شاء الله، وبعدين تقوم تصلي الظهر، وكمان بالسنن بتاعته وتخلي رمضان بدايتك إنك تحافظ على النوافل، وحقيقي ربنا هيكرمك إن شاء الله، بس حافظ على النوافل وصلي صلاة الظهر في وقتها. طبعًا خلاص تخلص مذاكرة الساعة 12 أذن الظهر تقوم تصليه. عاوز تنام لازم تنام قيلولة نص ساعة لساعة، وحقيقي يا جماعة القيلولة دي يعني بتشقلب كيان تركيزك. نص ساعة لو نمتها ما تزيدش عن ساعة، عشان لو زدت عن ساعة يومك هيتشقلب وأنت على حافة من السقوط، يعني حضرتك على حافة من السقوط وإحنا مصلبين كده الدنيا بالعافية. ولو حسيت إنك مش عاوز تنام ممكن تكمل عادي لحد مثلًا قبل العصر أو تكمل ساعة مذاكرة كمان، بس لازم تنام قبل العصر. حاسس إنك عاوز تنام ماشي نام كمان نص ساعة قبل العصر، المهم إنك تنام نص ساعة ساعة من الظهر للعصر، واوعى تنام بعد العصر عشان نومك ما يتشقلبش، وكمان النوم بعد العصر نوم مش حلو وبيخلي الجسم مكسر وهمدان كده. وطبعًا الصبح المذاكرة التقيلة، عاوز تفهم حاجة، عاوز تذاكر حاجة، اللي هو عايز تذاكر فيزيا مثلًا أو عايز تحفظ أي حاجة عايز تحفظها أو أي حاجة هتذاكرها، اللي هو حاجة اللي بتاخد منك مجهود، ده طبعًا في الصبح مش تسمع فيديو شرح خالص، لو سمعته أصلًا هتنام، لو سمعت فيديو شرح من غير ما تعمل أي reaction هتقوم جاي نايم على طول، فمش سامع فيديو شرح ممكن تسمعه من قبلها مثلًا وتصحى تذاكر الصبح، تمام جدًا، حلو جدًا. المهم أي حاجة فيها مذاكرة محتاجة مجهود منك اعملها. الحل بقى من الضهر للعصر أو لسه ما خلصتش بس المذاكرة ممكن تقعد تذاكر برضه من الضهر للعصر، طبعًا بعد ما تنام القيلولة اللي إحنا قلنا عليها ديّة. والعصر ولو مش عايز تنام على فكرة ما فيش مشكلة، يعني لو مش عايز تنام خلاص ما فيش مشكلة خالص، بالعكس ده يكون حلو عشان تنام بالليل اللي هو النوم العميق. هتيجي بقى صلاة العصر حضرتك تقوم تصلي العصر وتقول أذكارك والدنيا تبقى كده تبقى رايق، كونوا رايقين وكده كونوا صبورين وعادي إيه المشكلة يعني. بعد صلاة العصر إن شاء الله هتقعد تحل بقى لحد قبل المغرب بساعة أو قبل المغرب نص ساعة، وتقوم تفطر إن شاء الله. وكل سنة وأنتم طيبين يا جماعة، أنا ما قلتش كل سنة وأنتم طيبين في أول الفيديو كل سنة وأنتم طيبين. وهتقوم بقى تفطر وممكن تقعد لحد العشاء مفيش مشكلة خالص، it's your time. وتصلي تراويح واوعى تزوغ من صلاه التراويح، انت اصلا مخلوق للعباده، فمهم جدا احنا نصلي التراويح يا جماعه، يعني دي اهم حاجه اوعى تزوغ. فنصلي التراويح، وبعد ان شاء الله ما نصلي التراويح بقى عندك حاجه لسه ما خلصتش لحد الساعه 10 حاول تخلصها لحد الساعه 10 وبعدين تنام ونرجع نعيد السايكل دي من اول. مهم جدا جدا تمشوا على النظام ده. وكمان على فكره في اوقات يعني كانوا بيندهولي المغرب كانوا بيندهولي عشان اقوم افطر، لو في حاجات ما كنتش بلحق اخلصها، فيديو شرح مثلا هسمعه خلاص هيخلص اهوت، احل شويه حاجات ناقصها باقيه. فكان ممكن كان ممكن اقعد من العصر لحد المغرب بذاكر او بحل او بسمع حاجه ولسه هتخلص، كانوا بيدوا لي عشان بس اقوم اصلي. فانت لو حسيت ان مثلا ان انت محتاج تخلص حاجه عادي خلصها مش مشكله قبل المغرب، لو انت خلاص مش قادر قبل المغرب بساعه او نص ساعه مش قادر تقعد تقرا القران وتتعبد وتقعد تدعي لنفسك شويه وتدعي كل الناس اللي معاك واللي انت عايزه اعمله، لو قبل المغرب نص ساعه او قبل المغرب بساعه قدامك حاجه عايز تخلصها خلصها مفيش مشكله، اللي هو يعني كون فليكسيبل كده. طبعًا دي بالنسبة للأيام اللي ما فيهاش دروس. طب بالنسبة للأيام اللي فيها دروس عادي جدًا ولا تهتز، انزل الدرس بتاع سيادتك كونوا زي ما قلنا كونوا ورا بعض بقدر الإمكان وترجع تاني تكمل يومك، انزل بسرعة وارجع بسرعة وتكمل يومك ما لكش دعوة بأي حد وما لكش علاقة بأي حد. حافظوا يا جماعة حافظوا على وقتكم اعتبروا الوقت ده كنز وأنتم ماشيين تحصدوا في الكنز ده، فحافظوا هو فعلًا كنز بجد، فحافظوا على وقتكم فعلًا. عندك درس انزل الدرس عادي وارجع تاني عادي جدًا. أنا كان عندي درس كنت بانزله مخصوص في يوم هو يومين كنت بانزله في يوم مخصوص اللي هو الإنجليش، كنت بازوغ كتير في اليوم ده وانا عارفه وقاصده، بس هو ما كنتش بغيب، يعني اهم حاجه ان انا ما كنتش بغيب اللي هو قصدي ما قطعتش من الدرس، كنت بزوغ بس ما قطعتش من الدرس نهائيا. في فرق انك تقعد مثلا في يوم انت عارف هما بيعملوا ايه، هم على فكره كانوا بيحلوا، عشان كده كنت قعدت يعني انا عارفه هما عملوا ايه، فكنت اخد الحل ده واصححه واشوف مثلا اشوف مع نفسي وما قعدتش من الدرس، عشان لو قعدت من الدرس هتهمل الماده جدا وخصوصا اللغات، لو قعدت من دروس اللغات هتهملها جدا على حساب المواد الثانيه، ودول 50 درجه اللي هم مش قليلين، والعربي 80 والفرنش 40 او 50 والله ما فاكره. فالمهم يعني اوعى تهمل اللغات، يعني كان في يوم انزله مخصوص اقوم جايه كنسل اليوم ده واروح اليوم اللي بعده، شويه تهزيق بقى وحاجات من دي، بس المهم وقتي ما يضيعش. فمن الاخر في موضوع الدروس يعني حاول تتاقلم بقدر الامكان، كل واحد طبعا مواعيده تختلف من التاني وما اقدرش اوفي الكلام كله، فانا كنت انزل بسرعه وارجع بسرعه بس، يعني دي اهم حاجه. اخر بقى حاجه معانا في الفيديو ده ومهمه جدا، الكلام اللي انا قلته مثالي بحت، الكلام فعلا مثالي بحت، وحياتنا مش فيلم انا بنتجه،
فعادي يكون في شويه حاجات، فكنت فليكسبل اكتر من كده. يعني عندك مثلا تاني يوم رمضان السنه اللي فاتت كان يوم 2/4، ف3/4 كنت ذاكرت فيه 10 ساعات ونص. مش عارفه انت تشوفه ولا لا، بس انا كنت ذاكرت في اليوم ده 10 ساعات ونص. يوم 3/4 ذاكرت فيه 10 ساعات ونص. جه يوم 4/4 اللي هو بعده على طول ذاكرت 3 ساعات وربع. 3 ساعات وربع كاتبه تحته معلش هنعوض، يعني معلش هنعوض. تحت خالص مكتوب هنا معلش هنعوض. كل الوقت ده التدريس بتاعتي كانت خلصت قبل ما اجيب دي. فالمهم يعني كانت معلش هنعوض، عشان انا مقدره جدا ان حياه الانسان مش مثاليه زي ما احنا بنرسمها وزي ما احنا بنقولها، بس انك تمشي على خطه معينه هتخليك تنجز اكتر، حتى لو بنسبه 80 90%. 90% دي اعلى ليفل ممكن توصل له اصلا وانت ماشي على جدول يعني. فخلي قدر الامكان يكون عندك نظام معين يخليك بدل ما تنجزش اي حاجه خالص تنجز على الاقل بنسبه 70 80 90%. وكل ما بترتقي بالنسبه كل ما اجتهادك بيزيد، وكل ما نصيبك من ضمن الاجتهاد ده بيزيد، لان لكل مجتهد نصيب. وبس كده وصلنا لاخر فيديو بتاعنا النهارده. اتمنى فعلا تكونوا استفدتوا وتكونوا فليكسبل زي ما انا فليكسبل كده مع نفسكم شويه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واتمنى كمان تكونوا استفدتم بجد. ما تنسوش تشيروا الفيديو ده يا جماعه، شيروا الفيديو، حط لايك. انا شايفه انتوا تحطوا لايك، يعني حطوا لايك. اللايك بس جاست كده يعني، جاست كليك يعني، وان كليك. حطوا لايك واكتبوا لنا كومنت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.